اللي مات اخواننا اللي ماتوا في الضربه الاخيره من الجيش الاسرائيلي مسلمين ومسيحيين. فبالتالي انا مش مع التخوين ولا مع الاقصاء. فكون ان يبقى رد فعل قوي جدا مثلا على سبيل المثال زي مع بغض النظر نتفق او نختلف مع تصريحات زياد العليمي، رد فعل فظيع قدام زياد العليمي ورد فعل متهاون قدام مصطفى بكري، ده شيء غريب. وبيسقفوا له عشان بيهين البرادعي مثلا، الدكتور برادعي. يعني يا اخي بغض النظر ان هو قيمه كبيره جدا، اللي عمل الموقف ده ما تقدرش تقول المجلس العسكري، اللي عمل الموقف ده هم الحريه والعداله المسيطره على اغلبيه. لا ما انا قصدي يعني انا ما بتكلمش او ما بقولش ما بخصش بالذكر دلوقتي المجلس العسكري. فيما يخص المجلس العسكري هتكلم عن المجلس العسكري، انما فيما يخص مجلس الشعب هم يفسروا لينا هم بيعملوا ليه كده. ما حضرتك ما عندكش تفسير؟ ما هو انا عندنا اكيد تفسيرات كتيره. طب عايزه تفسير واحد منهم. بس لا، عندنا تفسيرات كتيره، بس في الاخر ما ينفعش ان انا اقول تفسير وهو مش حقيقه، لان احنا اوكي ممكن احنا اصلا الكلام اللي انا بقوله ده دلوقتي انا ما املكوش لوحدي، كون ان انا بتكلم دلوقتي قدام كاميرا فبالتالي لازم الكلام بتاعي الكلام بتاعي يكون كلام حقيقه، لان في ملايين ممكن يسمعوه ملايين ممكن يعرفوه. فانا بتكلم الكلام لان يعني طيب فاهمه كلامي يعني اخفف على حضرتك. لا خالص انا مش قلقان. البعض بيقول انه مجلس الشعب ما زال ينفذ أجندة المجلس العسكري، لأنه زياد العليمي أهالي المجلس العسكري فكان لازم يتاخد ضده موقف حاسم، في حين مصطفى بكري يميل الهوى إلى المجلس العسكري، وبالتالي ما اتخذوش ضده موقف، رغم أنه الموقف تقريبا واحد. صح. يعني فالمدام في المسألة هو مجلس الشعب الذي يكيل بمكيالين على حسب هوى المجلس العسكري. البعض بيقول كده. البعض بيقول كده، وأنا نصيحتي الحقيقة نصيحتي المتواضعة، وفي ناس أفاضل كتير جدا في مجلس الشعب، المصداقية هي الحل، والشفافية هي الحل، والإنسانية هي الحل، والمتاجرة بالدين بالعكس، يعني هي هتيجي عكسية مش هتيجي، لأن اعتقادي الشخصي إن كتير من المصريين اللي منهم المعتقد اعتقاد يقيني إن هم انتخابهم لمجلس الشعب او اعضاء مجلس الشعب بكل الناس اللي فيهم عشان ياكلوا ويشربوا ويلاقوا سكن ويلاقوا تعليم، انما مش عشان يعلموهم صلاه ولا صوم ولا يعلموهم دين، لان بطبيعه المصريين هم متدينين، بس عايزين عشان الدين ده يبقى دين راقي ومتحضر ان هم بس فقط يلاقوا الامور الاساسيه.